السلام عليكم. الاشتراك في القناة مهم بالنسبة لنا، وتفعيل الجرس أهم. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تحياتي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين المتابعين في كل مكان، وأخيرا أسدل الستار على أفضل وأجمل مونديال كأس عالم على مر التاريخ. من 92 سنة هي حصيلة النهائيات اللي فاتت أول مرة أشوف كأس عالم بالحلاوة دي. إيه الجمال والروعة اللي شفناها دي. أخيرا أسدل الستار على الكرة الجميلة، الكرة الممتعة، الكرة اللي تحب تتفرج عليها بحق. المونديال بينتهي بفوز الأرجنتين بضربات الحظ الترجيحية لآخر نفس وآخر دقيقة. ما تتوقعش مين اللي هيرفع الكاس، مين هيفوز ويروح بكأس العالم، مين هياخد كأس العالم في حضن الليلة. ما تعرفش مين، فرنسا ولا الأرجنتين، الأرجنتين ولا فرنسا. كل الناس محدش عارف مين اللي هيفوز. الفرقتين عملوا كل حاجة في الكورة، عملوا مجهود جبار، مجهود خرافي. الفرقتين يستحقوا انهم يوصلوا للمباراة النهائية. لا، مفيش حد قصر، مفيش حد من الفرقتين بطبيعة الحال قصر، لان مفيش حد زيهم قد المستويات بصراحة في البطولة بأكملها. فرقتين تقال بمعنى الكلمة. كنا عاوزين المغرب توصل النهائي وتشرف العرب، ولكنها باليد حيلة، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. لا يا جماعة، بصراحة فيه فرق في المستويات ما بين الدوريات المحلية والدوريات الأوروبية بمعنى أصح، وكأس العالم والكلام ده. بعد المباراة بتاع النهاردة دي أصبح مفيش كورة في العالم. بعد كأس العالم مفيش كورة. هي دي الكورة ولا بلاش؟ الكورة ما كانتش بتخرج بره الملعب إلا في بضع دقائق معدودة، ممكن يتعدى على الصوابع. مهارات من الفرقتين تلاقي، التحام وقوة بدنية عالية تلاقي، شخصيات قوية في الملعب بتدير الفرقتين بفن وذوق تلاقي، روح قتالية تلاقي، زي ما يكون آخر مونديال للفرقتين ومفيش مونديال بعد كده. يعني الفرقتين تحس إن هم آخر مونديال هيلعبوه، محدش هيلعب مونديالات بعد كده، ولا حد هيلعب كأس العالم بعد كده. المباراة مفتوحة من الفرقتين، ومفيش فرقة بتعمل زون ديفنس قدام فرقة تانية. الكل طمعان في الكاس، المدربين مصحصحين ما شاء الله، ومش نايمين خارج الملعب. هجمه هنا وهجمه هناك، رايح جاي، الهجمات رايحه جايه. هجمه هنا على فرقه، وتلاقي في ثواني الهجمه ارتدت على فرقه ثانيه. المباراه فضلت معلقه لاخر دقيقه، وما توقعناش مين اللي هيفوز الا لما ولولا ضربات الحظ الترجيحيه ما كنتش هتعرف مين اللي هيفوز بالظبط. وساعات ضربات الجزاء بتطول. بصراحه ما شفناش اي حاجه وحشه في المونديال ده. وخلونا نكون صراحة مع بعض، المونديال فخر للوطن العربي بأكمله. قطر تستحق ان هي تنظم اكبر البطولات العالمية. لو فيها اكبر من كأس العالم بطولة، قطر هتقدر عليها وزيادة. بيني وبينكم انا كنت بشجع فرنسا من كل قلبي. فرنسا منتخب جميل ولعبه هادي، ولعدة اسباب بشجع فرنسا، مش علشان حاجة، بس هي قربها من العرب يدينا انطباع ان هي تعتبر فيها جزء من العرب، قريبين من الدول العربيه اللي هي المغرب وتونس والجزائر والناس دي. وكمان اخلاقهم الجميله، الفرنسيين اخلاقهم كويسه غير الارجنتينيين. انا بصراحه ما بحبش الارجنتينيين خالص، مش بحبهم بصراحه، وخصوصا ميسي. محدش طبعا يختلف على مهاره ميسي يا جماعه ولعب ميسي، ولكن انا عندي طبع بحب الاخلاق قبل الرياضه. رغم ان ميسي ممتع لبعض الناس وناس كتيرة، ويختلف معايا من يختلف، ويأيدني في الرأي من يأيدني، مش عارف، مش ميال للشخصية المستفزة دي ليه. بحس ان ميسي شخصية مستفزة، بحس انه بيتعالى على العرب ومش بيبص للعرب بنظرة كويسة. بحس ان في حاجز بينه وبين الوطن العربي، مش قادر يوصل لقلوب اغلب الجماهير العربية. في ناس بتأيدني في الرأي، وفي ناس بتختلف معايا، كل واحد وله رأيه. انا عموما بحترم جميع الاراء. اي حد بيقول رأي سواء مؤيد او معارض انا بحترمه جدا. بيني وبينكم مونديال بحق وحقيقي، مونديال يتقال عليه بجد افضل مونديال حتى الان في النسخ اللي فاتت. من 92 سنة اول مرة على الاقل نسمع او نشوف مونديال بهذه الحلاوة.
تلاقي مونديال فيه كل المواصفات العالية دي صعب يا جماعة تلاقي مونديال فيه كل المواصفات الفنية والتحفة الفنية اللي ظهرت بيها قطر النهاردة. وما اظنش انها تتكرر تاني، ولو اتكررت مش ممكن تلاقي كل حاجة مكتملة الصفوف، مش ممكن تلاقي دولة بتنظم التنظيم اللي على اعلى مستوى ده. كل حاجة بصراحة جميلة، المواصلات جميلة، الفنادق اجمل واشيك، البلد نفسها تخليك تشتاق تروح لها، وان كنت ما عمركش رحت قبل كده قطر بتشجع انك تروح لها. الجو اكتر من ممتاز. كمان اللي بيساعد على الحلاوة، على حلاوة المونديال مستويات الفرق، الله اكبر، لعيبة لا تكل ولا تمل من الجري والمهارة. تنظيم مفيش بعد كده على اعلى مستوى. ما تقوليش على التنظيم. مبروك لقطر، الدولة العربية الشقيق اللي شرفت العرب والعالم العربي بأكمله، من المحيط للخليج، من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب. في كل أنحاء الدنيا قطر بتشرف العالم العربي. بجد شكرا قطر، شرفت العرب والعالم الإسلامي أولا قبل كل شيء. التنظيم ده بناخد منه بعض الدروس، تنظيم بيدينا دروس وعبر، وإن كنا لا نقل إحنا كمصريين عن تنظيمات البطولات العالمية. ولكن يا جماعة الملاعب على أعلى مستوى، البنية التحتية كمان للدولة، والاقتصاد الرهيب للدولة قطر، ما شاء الله ربنا يحفظهم. نمسك الخشب، حاجة تفرح وحاجة تشرف بجد. كل ده لو ما عندكش اقتصاد واقف على رجليه عمرك ما هتعمل ربع اللي عملته قطر. ما ينفعش يبقى ما عندكش اقتصاد مظبوط أو بنية تحتية واقعة وتقول لي هعمل تنظيم زي اللي عملته قطر. يبقى كده بنضحك على نفسنا وبنضحك على الناس. وإن كان مصر ما تستبعدش عليها حاجة، احنا المصريين ممكن نعمل المعجزات من دون ولا شيء، ولكن بشروط. زي بعضه هنسيب المونديال ونخش في الشروط. أول شرط من الشروط وهو أساسي، شرط أساسي، إن الطقم اللي على المستوى الرياضي كله ده يتغير. أقصد الطقم الرياضي طبعا بأكمله، من وزير الشباب والرياضة ومرورا باتحاد العار بأكمله بقيادة جمال علام والناس دي كلها المفروض تتمسح من على الدنيا خالص، ما تمسكش اي مناصب في الرياضه نهائي. الزباين دي كلها المفروض تمشي، بما فيهم هاني ابو ريده واعوانه والكلام ده كله ده، واللبش ده كله ده المفروض ده يسيب الرياضه باكملها. كل ده لو ناوي مصر تنظم حاجه روعه زي اللي شفناها دي، يبقى لازم الشرط الاولاني ده يتحقق. ثاني شرط، ما ينفعش نبقى فيه خلافات وصراعات داخليه بسبب الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه كلها، ولازم نكون على قلب رجل واحد. بقى ما تتكلمش بقى على ملاعب قطر. ملاعب قطر حدث ولا حرج يا جماعه. اللي شفناه في المونديال ده مش هيتحقق في اي دوله، مش بالتنظيم بس، لا التنظيم ممكن اي دوله تنظم، ولكن مش هيطلع بالروعه والجمال ده. عن ملاعب قطر حدث ولا حرج، عن تصوير واخراج تلفزيوني ولا اروع، مفيش بعد كده تصوير واخراج. تنظيم الجمهور في الدخول والخروج مش ممكن، الروعه اللي شفناها دي نظام محدش يقدر يتكلم عليه نص كلمه. الحكام كمان، الحكام ولا الهوى، فيه بعض الأخطاء من بعض الحكام، بس أخطاء ممكن تعدي ما تأثرش على نتيجة مباراة. حكام ولا الهوى، فيه بعض الأخطاء من بعض الحكام، بس أخطاء ممكن تعدي ما تأثرش على نتيجة مباراة ولا تأثر على أي فريق من الفرقتين. وإن كان فيه بعض أو خطأ من حكم المباراة اللي هو البولندي النهارده أخطأ خطأ فظيع، إن هو ما طردش لاعب الأرجنتين في الفاول اللي هو في الشوط الثاني، وحشيه وتهور على لاعب فرنسا. المفروض دي كان الحكم بدل ما يشهر الكارت الاصفر لا يطلع الكارت الاحمر. فار كمان اتعلمنا منه، وهقف بعض اللحظات عند الفار. يا رب حكامنا يتعلموا يعني ايه فار، يعني ايه تلجأ للفار في الاوقات الحرجه، الامور الصعبه اللي فيها شك وما تقدرش تاخد فيها قرار. بس مش كل حاجه اوقف المباراه وديت اروح للفار. كمان في حالات بتنفع ينفع يتدخل فيها الفار، وفي حالات ما ينفعش تتدخل فيها الفار اصلا، لا من قريب ولا من بعيد. كمان الحالات ما تاخدش اكتر من بضع لحظات، ما توصلش لدقيقه. مش كل كوره تيت واروح للفار، القرار بيتاخد في جزء من الثانيه. كل حاجه بصراحه جميله، المستويات دي حاجه ولا في الخيال. لغايه النهايه مش عارف مين هيفوز بمونديال العالم. هقول فرنسا، هقول لفرنسا هارد لك، وقدمت مباراة قوية وجميلة وما تستحقوش الخسارة، ولكن ميسي كان واخد عهد على نفسه انه مصمم ان هو ما يرجعش بلده من غير البطولة ولو على جثته، لانه بيعتبر ان ده اخر مونديال ليه في الملاعب قبل ما يعتزل. عموما هنقول مبروك للأرجنتين وهارد لك لفرنسا، تستحقوا كل التقدير والاحترام.
على المستويات اللي قدمتوها، وكل التقدير والاحترام لقطر، البلد الشقيق الغالي اللي شرف العرب وشرف جميع الدنيا. وخصوصا الناس كانت بتقول ان قطر مش هتقدر تنظم البطولة، واتكلمنا عن ده كتير من الجاليات الأوروبية اللي كانت بتشكك في تنظيم قطر ومقدرها ان هي تنظم البطولة بأعلى مستوى. اتضح ان قطر ردت على جميع أنحاء العالم وأخرست كل الألسنة بالتنظيم الجيد والاحترام في التنظيم، وكل حاجة مكانها مظبوط، مفيش حاجة غلط بصراحة، ونقدر ننظم البطولات العالمية. والله يا جماعة لو الاتحاد الدولي يحط في دماغه عدم التمييز بين الدول العربية وبين الدول الأفريقية، سيبك من الأفريقية ممكن يكون البنية التحتية بتاعتها أو الاقتصاد بتاعها منهار، ولكن الدول العربية ما تقلش بأي حال من الأحوال عن الدول الأوروبية. احنا ما نقلش عن فرنسا، ما نقلش عن ألمانيا، ما نقلش عن إنجلترا، ما نقلش عن البرتغال، ما نقلش عن بلجيكا، ما نقلش عن روسيا، ما نقلش عن الأرجنتين، البرازيل. الدول دي بتسبقنا بالكلام وخلاص. والله يا جماعة احنا عندنا ملاعب على أعلى مستوى، ملاعب تشرف أي حد، وعندنا الحمد لله فنادق، وعندنا طرق، وعندنا كل حاجة، ما نقلش أي أهمية. ولكن الاتحاد الدولي لو ما يعملش تمييز ما بين الدول دي والدول دي، اقسم بالله البطولة دي الكأس العالم ده مش هيخرج من ايدين العرب نهائي. يعني ما اعرفش ايه الكلام ده. لو الاتحاد الدولي يحط في دماغه عدم التمييز ويخلي ويدي لكل واحد حقه، اقسم بالله الدول العربية ما هتقل اي سنتي عن الدول الاجنبية بأي حال من الاحوال. كل شيء، بل احنا نتفوق عليهم بالادب والاخلاق والدين، الدين المسيحي والدين الاسلامي، كل حاجه عندنا ما شاء الله، كل حاجه محطوطه في مكانها. بتمنى ان الدول العربيه تعمل اللي عملته قطر وننظم اعلى البطولات يا رب باذن الله. وشكرا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.